يقولون أن لكل حكاية نهاية إلا حكاية هذا الرجل. يا سادة، نحن لا نتحدث عن لاعب كرة قدم، نحن نتحدث عن ظاهرة تمردت على قوانين الطبيعة. في وقت كان ينتظر فيه الجميع اعتزاله، قرر هو أن يعيد تعريف كلمة المستحيل من قلب الرياض. انظروا إلى الساعة، وانظروا إلى التاريخ. العمر مجرد رقم، بل العمر في حضرة رونالدو مجرد كذبة صدقها الضعفاء ورفضها القائد. هداف الدوري السعودي، ماكينة الأهداف التي لا تهدأ، والرجل الذي جعل العالم أجمع يوجه بوصلته نحو دوري روشن. ليلة أمس أمام الأهلي لم تكن مجرد مباراة، كانت إعلاناً سيطرة. ببرود الأعصاب المعتاد وبالثقة التي لا يملكها إلا ملوك اللعبة، يضع الهدف الأول ويزلزل الأرض تحت أقدام المنافسين. اسمعوا زئير جماهير العالمي، اسمعوا كيف يهتفون باسم القائد. الصحف العالمية ليست فقط تتحدث، بل تتغنى. ماركا وليكيب وديلي ميل يتساءلون: من أي طينة جبل هذا البرتغالي؟ وفي قلب المملكة، الإعلام السعودي يرفع القبعات احتراماً. بتال القوس يقول: رونالدو ليس صفقة فنية فحسب، بل هو عقلية غيرت خارطة الطموح في النصر. وليد الفراج يقول: يا جماعة، هذا الرجل في سن 39 كأنه ابن 20، روح وقتالية واحترافية تدرس لكل الأجيال. صحيفة الرياض السعودية تقول: كريستيانو شمس لا تغيب في سماء النصر، قائد عظيم يملأ القلوب حماساً والملعب أهدافاً. صحيفة عكاظ السعودية تقول: القائد الذهبي، رونالدو يقود السفينة النصروية نحو المجد، والقلوب تتغنى باسمه. الصحف ترفع القبعات والإعلام يقف إجلالاً. الكل يجمع على حقيقة واحدة: كريستيانو رونالدو هو ظاهرة القرن بلا منازع. مباراتان فقط، مباراتان تفصلان العالمي عن استعادة لقب الدوري الغائب منذ 2019، والعيون الآن لا تنظر فقط للداخل، بل تتجه صوب القارة الصفراء. نهائي دوري أبطال آسيا ينادي. اللقب الغائب من القرن الماضي يرى في كريستيانو الرجل الذي سيعيد الكأس لخزائن نجد. يا سادة، التاريخ لا يعرف العمر، والتاريخ لا يرحم من ينسى، لكن التاريخ سيخلد دائما أن هناك معجزة تسمى كريستيانو رونالدو، جاء ليرسم المجد بقميص النصر السعودي.